مرحبا، كيفكن؟ اليوم رح نعمل أكلة مشهورة كتير وما بعتقد في حدا ما بيحبها، وهي الشاكرية. للشاكرية بيستخدموا لحمة بعضمه ولحمة موزات. أنا هون رح أطبخ كيلو بكيلو. رح أنقله لطنجرة الضغط، بغمرهم بمي وبعدها رح أنقلهم على النار، ولما تبلش الزفرة تطلع رح شيلها بهالشكل وبستمر حتى تبطل اللحمة تطالع زفرة. لما خلص بملحها وبضغط الطنجرة من 30 ل 40 دقيقة. رح أبدأ باللبن. الشاكرية بتنعمل بلبن غنم حصرا وما بتطلع طيبة بغير نوع. عندي هون 2 كيلو لبن، رح ضيفلهم معلقتين نشا، وبعدها رح أضربهم بالبلاندر كتير منيح. هاي الحركة كتير بتنعم قوام الشاكرية وما بتخليها تفرط. بعد ما خلطت اللبن منيح رح شغل النار تحته واستمر بالتحريك حتى يغلي. لما يغلي اللبن بنزل عليه بمرق اللحمة، نضيفه بالتدريج لأوصل القوام اللي بدي اياه. بعدها بنزل عليه باللحمة المسلوقة. شوفوا ما شاء الله دايبة قد ما أنا مستوية. بترك الشاكرية على النار 10 دقايق وبعدها رح جهز التقلاي. للتقلاي عندي معلقة كبيرة من الزبدة و3 فصوص ثوم مفرومين ناعم. بحمص الثوم ليوصل للون الذهبي وبقلب فيه الشاكرية. وهيك الشاكرية صارت جاهزة. وبالنسبة للملح، مرق اللحمة كان فيه ملح وزدت على الشاكرية شوي تاني. وطبعا الشاكرية بدها جنبها برغل. بحتاج 3 معالق زبدة كبار بدوبهم، وبنزل كيلو برغل بحمصه كم دقيقة مع الزبدة، وبعدها بنزل مرق اللحمة عليهم. أنا بحب أطبخ البرغل بطنجرة الضغط بس بدون ما أضغطها، بغطيها بغطا عادي كتير بيطلع ناجح وحبته مفتحة، لأنه طنجرة الضغط بالأساس ضيقة من فوق فبتحبس بخار. وهي بعد ما استوى البرغل نضيف على وجهه المكسرات وبسكوب الشاكرية. وهيك صارت أطيب شاكرية جاهزة، بصحتين وهنا.